بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجاء الاشتراك في القناة لكم كل جديد. الكوكب المراكشي يغادر كأس العرش من دور الثمن. شهدت مباراة الكوكب المراكشي والنهضة البركانية مستوى جيد، حيث سجل اللاعب مهري هدف تقدم لنهضة بركان في الدقيقة الثالثة، مما صعب مهمة الكوكب الذي حاول إدراك التعادل. فعاد اللاعب مهري لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22، وكان بعدها الفريق للوراء مانحا الكرة للكوكب المراكشي الذي أضاع وابلا من الفرص السانحة نتيجة تسرع وعدم التركيز في ظل تألق الحارس منير. وفي الدقيقة 87 تعرض اللاعب تحيف للطرد، ومنحت الكوكب ركلة جزاء أضاع عميد الفريق. وفي الوقت بدل الضائع سجل اللاعب وعميد النهضة البركانية يوسف ضيو الهدف الثالث ليضرب موعدا لمباراة حارقة في دور الربع مع الجيش الملكي، وتعد هذه المباراة نهاية قبل الأوان، والله الموفق. رجاء دعمكم بلايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.